ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير. وفي الاول كده قبل ما نبدا انا عايز اشكركم على ان احنا تخطينا 300 مشترك. الرقم صغير ولكني مبسوط بيه جدا، ومبسوط بكل واحد جديد بيشترك في القناه. فلو انت يا صديقي لسه جديد معانا وما اشتركتش فانزل واشترك علشان نوصل ل 1000 مشترك ان شاء الله. المهم يا صديقي، انا عايزك تتخيل معايا انك في يوم من الايام تصحى في مكان غريب مش شبه العالم اللي انت كنت عايش فيه. بس دي مش المشكله، المشكله هي انك مش فاكر اي حاجه، كانك لسه مولود جديد وبتتعلم كل حاجه. وفي العالم الجديد اللي انت وصلت له ده مطلوب منك انك تقاتل وتقتل وحوش وشياطين علشان تقدر تعيش. يا ترى هتعمل ايه يا صديقي وانت اصلا على الله حكايتك؟ هي دي قصتنا اللي هي مش مجرد قصه وانما رحله لاشخاص بيلاقوا نفسهم في عالم غريب عليهم، بيبداوا يتعلموا ويعرفوا اكتر عن هذا العالم ويشوفوا ازاي هيقدروا ينجوا فيه. فاستعد معايا يا صديقي لهذه الرحله لان هي رحله ممتعه جدا. مش هطول عليك في الكلام يا صديقي، بفكرك مره تانية لو انت ما اشتركتش تنزل تشترك. نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلا بينا نبدا. بتبدا قصتنا مع ولد اسمه هاروهيرو بيصحى في مكان غريب، لا فاكر هو مين ولا ايه اللي جابه هنا. بيسمع اصوات ناس بيكلموا بعض وهم برضه محتارين ومش عارفين ايه اللي جابهم لهذا المكان. وبنشوف مجموعه من الولاد والبنات موجودين في نفس المكان اللي اشبه بقلعه او برج. بيكون في 2 حرس بياخدوهم لواحد اسمه بريتيني اللي بيقول اهلا بالمتطوعين المتدربين الجداد في عالم جريمجار، انتوا في مدينة اورتانا وانا مدير مكتب فرقة المتطوعين. بيكلموا ولد شكله جامد قوي اسمه رينجي وبيقول له يعني ايه بقى متطوعين وايه اللي احنا بنعمله هنا؟ بيقول له بريتيني هتعرفوا في الوقت المناسب. وبيقول لهم كل واحد منكم هياخد 10 عملات فضية علشان تساعدكم في البداية، انتوا هتبقوا متدربين حاليا. بعد لما تجمعوا 20 عملة فضية هتقدروا تشتروا الشارة بتاعة المتطوعين. وبيقول لهم نصيحتي ليكم انكم ما تستسلموش لان الاستسلام في عالم جريمجار معناه الموت. بعد اللقاء ده يا صديقي كل اللي كانوا موجودين اتقسموا الفرق، وطبعا كل واحد كان بيدور على فريق قوي، واللي اتبقوا في الاخر يعني اضعف ناس هم المجموعة بتاعة بطلنا هاروهيرو اللي بنشوفهم بيقاتلوا جوبلين عادي جدا في الغابة، برغم كده مش قادرين يهزموه. والجوبلين ده اساسا اضعف مخلوق في جريمجار. امال هتعملوا ايه مع باقي الوحوش يا جدعان؟ المهم ان فشلهم المتكرر في التعاون واصطيادهم لجوبلين مش مخليهم قادرين يكسبوا اي فلوس، بالتالي حالتهم المادية من سيء لأسوأ. تاني يوم بنشوف رانتا المشاكس بيصحي هاروهيرو وبيقول له يلا قوم الشمس هتطلع. بيجي ماناتو يقول لهم يلا علشان الفطار. ماناتو ده بقى الهادئ الرزين واللي ممكن نعتبره القائد. وبنشوف عند مكان الاكل يومي واللي بيحضر الاكل هو موجزو ده يعتبر اطيب واحد فيهم. وكمان شيهورو الخجولة جدا، لا خجولة قوي يعني. بياكلوا وهم بيتكلموا عن هيعملوا ايه علشان يقدروا يكسبوا فلوس. موضوع قتال الوحوش ده صعب خصوصا ان الوحوش دي برضه عايزة تقتلك. بيتكلموا عن رينجي اللي احنا شفناه في الاول، مجموعته دلوقتي بتتقدم بسرعة كبيرة، قدروا يكسبوا فلوس كتير وقدروا يشتروا الشارة وبقوا متطوعين رسميا، يعني مش عايشين في حالة فقر زي الفرقة دي خالص. المهم يا صديقي ان عالم جريمجار ده مليان عشائر ووحوش بتكره البشر، ووظيفة المتطوعين هو القتال والقضاء على تلك العشائر والوحوش، وده لان الجيش مشغول في حماية مدينة تانية اسمها اوروتينا، فمحتاجين متطوعين يحموا مدينة اورتانا. وعلشان تكون متدرب في عالم جريمجار لازم الاول تنضم لنقابة وتتعلم على الاقل مهارة واحدة تساعدك في قتال الوحوش. فرقة هاروهيرو والابطال بتوعتنا كل واحد فعلا بيروح ينضم لنقابة مختلفة علشان يجمعوا اكبر قدر من المهارات. هاروهيرو انضم لنقابة اللصوص، موجز انضم لنقابة المحاربين، رانتا الى نقابة الفرسان، يومي الى نقابة الصيادين، شيهيرو الى نقابة الصحراء، وماناتو انضم لنقابة الكهنة واصبح كاهن. والكاهن ده يعني يا صديقي هو الشخص المسؤول عن شفاء افراد الفريق لما حد بيتصاب. كل واحد مختلف عن التاني وكل واحد لسه مبتدئ وبيتعلم. ابطالنا بيكونوا في الغابة وبيتسللوا وفعلا بيقدروا يعثروا على مجموعة من الجوبلين، بس بيتراجعوا عن القتال علشان هم اساسا فشلوا في هزيمة جوبلين واحد. ولليوم ال13 من وجودهم في عالم جريمجار ما قدروش يهزموا اي وحش اطلاقا، ما قدروش يهزموا جوبلين واحد ويبيعوه وياخدوا فلوسه اللي هو اضعف وحش في هذا العالم. بالليل هاروهيرو بيصحى وبيلاقي ماناتو لسه صاحي. بيقول له ماناتو ان هو كان في حانة قريبة منهم وده مكان بيتجمع فيه متطوعين كتير جدا، راح هناك علشان يحاول يجمع اي معلومات تفيدهم. بيحس هاروهيرو بالامتنان لماناتو
في وقت ما هم نايمين هو بيخرج وبيحاول يلاقي اي شيء يساعدهم، وبيقعد هاروهيرو يبص للسماء وبيلاقي القمر لونه احمر. بيقول ان هو مش فاكر العالم اللي جه منه، ولكنه بالتاكيد القمر بتاعه ما كانش لونه احمر. بيتاكد ساعتها انه هو في عالم مختلف. تاني يوم يا اصدقائي الفرقه بترجع للغابه وبيبداوا يدوروا على اي جوبلين، وبيلاقوا فعلا جوبلين لوحده تماما. بيقرروا يعملوا كمين ويتسحبوا كده واحده واحده من غير ما ياخد باله ويهجموا عليه، ولكن رانتا بيبوظ كل حاجه وبيهجم وهو بيصرخ باعلى صوته. بتبدا المعركه يا صديقي، وزي ما انت متوقع مش هتكون سهله عليهم اطلاقا، برغم يا صديقي ان انا بقول لك مره تانية ان ده اضعف كائن في عالم جريمجار. وهاروهيرو اثناء ما بيقاتلوا الجوبلين بيحس بمدى رغبه الجوبلين في الحياه ده، وان هو مش عايز يموت زيهم. هاروهيرو بياخد اصابه جامده، الجوبلين بيقفز فوقيه، وهاروهيرو المره دي بيضطر انه هو يطعنه، وموجز بضربه على دماغه بيخلص عليه، وماناتو بيروح يعالج هاروهيرو. واثناء ما رانتا بيجمع الغنائم الجوبلين بيقوم وبيحاول يهرب، بس رانتا بيهجم عليه بطعنات كتيره شكلها صعب جدا، وفي النهايه بيقدر يموته. رانتا مغطى بالدماء وعمال يعيط لان دي اول مره يعمل حاجه زي كده، وكذلك هاروهيرو مش مستوعب ان هو طعن كائن وايده اصبحت ملوثه بالدماء. بس هو ده يا صديقي اللي لازم تعمله علشان تنجو في هذا العالم، لو ما قاتلتش فهتتقتل ومش هتقدر تعيش. المهم بعد ما قتلوا الجوبلين لقوا معاه سنة حيوان وعملة فضية، وراحوا للسوق علشان يبيعوهم. بيقول لهم التاجر ان العملة دي مش جديدة وهتساوي 30 نحاسية فقط. ماناتو بيقول له ازاي يعني، دي عملة فضية واقل حاجة بتساوي 100 نحاسية. بيقول له التاجر لو مش عاجبك روح بيعها في مكان تاني، محدش هيديك اكتر من السعر ده، وبالنسبة للسنة اللي معاكم هديكم فيها فضية علشان بتدخل في صناعة السيوف. في الاخر يا صديقي ان كل واحد في الفريق طلع له ب 18 نحاسية فقط، وده مبلغ يا دوب يمشي يومهم بالعافية. وهم ماشيين بيشوفوا منظر الغروب الجميل جدا، بيقفوا مع بعض وبيقولوا ازاي ما خدناش بالنا من هذا الجمال قبل كده. الستة علاقتهم بدأت تقوى ومشاعرهم كفريق بتكون احسن واحسن. تاني يوم في الصباح بنشوف موجز عمال يطبخ وهو مبسوط وسعيد جدا. بيقول له هاروهيرو ان ده مش دورك في الطبخ ولكنك سعيد جدا. بيقول موجز ان هو حاسس ان هو كان بيحب صنع الطعام لشخص ما في حياته اللي فاتت، وكان طعامه ده بيخلي الشخص ده سعيد جدا. بيقول له هاروهيرو ان احنا كلنا بنكون سعداء بطبخك برضه. بيفرح موجز وبيقول له شكرا. يا صديقي موجز ده طيب قوي. المهم ان كالعاده بيخرجوا علشان يصطادوا الجوبلين، ولكن اليوم مش بيمشي زي ما هم عايزين، لان الدنيا بتكون بتمطر جامد وما ينفعش ان انت تقاتل في هذه الاجواء ابدا. ويوم اخر من غير فلوس معناه ان حالتهم بتكون اسوأ. هاروهيرو بيقول ان حتى ملابسهم بدأت تهترئ، لسه مش قادرين يجيبوا ملابس جديدة، والملابس اللي معاهم بيضطروا ان هم يغسلوها كل يوم بالليل، وبيناموا من غيرها علشان يلبسوها تاني في الصباح. تاني يوم بقى بيروحوا لمدينة تانية اسمها دامرو في مملكة ارابيكا، والمدينة دي فيها اكبر تجمع للجوبلين عكس الغابة اللي ما فيهاش جوبلينز كتير. ولكن يا صديقي زي ما في جوبلين كتير هناك وسهل ان انت تعثر عليهم، ففي فرصة اكبر برضو ان هم يعثروا عليك ويحاولوا يصطادوك. بيلاقي هاروهيرو جوبلين فعلا نايم في امان الله لا بيه ولا عليه. بيقول للباقيين وبيروحوا يتحركوا وبيعملوا له كمين. بيهجم رانتا وبيطعن الجوبلين النايم، ولكن طعنته مش بتخلص عليه. بيقوم الجوبلين مخضوض وبيحاول يقاتل، ولكن ماناتو بعصايته بيضربه وبيخلصوا عليه المرة دي. وعلى عكس الجوبلين اللي فات، الجوبلين ده معاه غنائم كتيرة بتخليهم فرحانين جدا. بيشجعهم ماناتو وبيقول لهم ما ترتاحوش، احنا لسه ما خلصناش ولازم نستمر على كده. بيقول له رانتا شفتني وانا فارس بطعنه طعنة قوية بتخلص عليه. بيجبر ماناتو بخاطره بيقول له امال طعنتك هي اللي خلصت عليه في ثواني. وبعد ما خلاص قدروا يقتلوا جوبلين واتنين وتلاتة بقى عندهم ثقة كبيرة في نفسهم، ومع كل مرة بيحققوا نجاح فيها اكيد بيكونوا اتعلموا حاجة جديدة. وبعد فترة الوضع بيتحسن وبيكونوا قادرين يشتروا هدوم جديدة وكمان ياكلوا اللي نفسهم فيه. بيكلم هاروهيرو ماناتو بيقول له ان احنا بقينا نفكر زي المتطوعين، يعني يعتبر ما بقيناش متدربين خلاص. بيقول له ماناتو قريب هنقدر نشتري الاشارة وهننضم ليهم. بيوصل رانتا وموجز ومعاهم اكل كتير جدا. بيقول ماناتو احنا عايزين نوفر فلوس ونحاول نتعلم مهارات جديدة من النقابات. ويومي مع شيهيرو فرحانين باللبس الجديد جدا. بتقول يومي انا مش بقدر اعبر عن مشاعري، بس عايزاك يا شوهيرو تبطلي خجل، تبداي تتكلمي معانا كاصدقاء علشان بقلق عليكي لما الاقيكي ساكتة على طول. في المساء بعد ما بيناموا هاروهيرو بيكلم ماناتو وبيقول له شكرا ليك، طول الايام اللي فاتت انت اللي كنت بتعتني بينا، من غيرك كنا هنواجه مشاكل كتيرة جدا ما كناش هنقدر نحلها ابدا. بيقول له
له ماناتو شكرا ليكم انكم اصدقائي، كلنا مهمين وكلنا بنحل المشاكل سويا، مفيش حد اهم من التاني. الصباح بنشوف ماناتو وشوهيرو جايبين اكل وماشيين جنب بعض، وكالعاده شوهيرو ساكته ومكسوفه جدا. بيقف ماناتو ياكل الحمام وبيقول لشوهيرو تعالي جربي، بتكون متردده والحمامه بتطير قدامها وكانت هتقع، ولكن ماناتو بيلحقها. بيقومها ماناتو وبتتكلم شيهيرو بتقول له شكرا، وبيكون فرحان جدا ان هي اتكلمت، وكمان بتتكلم وبتساله هو انت بتحب الحيوانات؟ بيقول لها ايوه بحبهم جدا. المهم يا صديقي ان بعد كام يوم بيروحوا يقاتلوا الجوبلين، بس المره دي كل واحد فيهم اتعلم مهاره جديده من النقابه بتاعته. مهاره يوم الجديده هي القطع القطري، ودي اول مهاره تستخدم فيها سلاح غير القوس والسهم. مهاره هاروهيرو الجديده هي الطعنه الخلفيه، وشوهيرو اتعلمت تعويذه سحر الظل اللي بتقيد الاعداء، وماناتو اتعلم ضربه التحطيم ودي اول مهاره هجوميه ليه، وموجز اتعلم ضربه الريح، ضربه اقوى بكتير من ضرباته اللي فاتت، ورانتا زي ما هو بيقول انا مش محتاج اتعلم حاجه، انا فارس قوي جدا. بعد ما بيخلصوا بيقعدوا يرتاحوا وبيكلمهم ماناتو وبيبدا يمدح فيهم، بيمدح موجز وبيقول ان هو فعلا شخص قوي يعتمد عليه في الهجوم، وقال على رانتا ان اندفاعه وهجومه في كل مره بيكونوا خايفين فيها هي اللي بتحركهم وبتخليهم يقاتلوا، وقال على يومي ان هي اكتر واحده فيهم مش بتخاف ابدا مهما كان الوضع. وشوهيرو عندها مهاره عاليه على قراءه القتال واستخدام تعاويذ في الوقت المناسب. بيسكت ماناتو. هاروهيرو كان عايز يساله هو ايه المميز فيه، ولكن بيقول لنفسه هبقى اساله بعدين مش لازم دلوقتي. وهم ماشيين يا صديقي بيلمح هاروهيرو جوبلين بيصوب على ماناتو، على طول بيرمي نفسه قدامه وبيتلقى هو السهم، والجوبلين بيستغل ان هاروهيرو وقع وبيضرب سهم كمان في رجله. بيجري موجز يشيل هاروهيرو وماناتو بيروح يعالجه، بس جوبلين كبير اخر بيظهر وبدا العديد منهم يظهروا ويحاصروا الفريق. ماناتو بيقول لهم يلا هنتراجع فورا، هم بقوا احسن ولكن لسه ما يقدروش يواجهوا هذا العدد في وقت واحد. وفعلا الكل بيتراجع وماناتو وراهم بيوجههم وبيحميهم، ولكن بنشوف جوبلين بيصوب على ماناتو وفعلا بيطلق على ماناتو. هاروهيرو بيحس ان ماناتو اتصاب، ولكن ماناتو بيقول له كمل ما تقفش ابدا. بيخرجوا من المدينه وبيوصلوا للغابه وهم تعبانين وبياخدوا انفاسهم بصعوبه، وماناتو بيسقط على الارض وهو في سهم في ظهره وعمال ينزف. بيحاول يستخدم سحر الشفاء ولكن خلاص هو فقد كل قوته، محدش فيهم عنده قدره الشفاء غير ماناتو. الكل خايف ومتوتر ومحدش عارف مفروض يعملوا ايه. هاروهيرو بيسال ماناتو قول لي نعمل ايه، بس ماناتو بيقول له انا اسف انا هعتمد عليك يا هاروهيرو. بيقول له هاروهيرو يعني ايه تعتمد عليا انا مش فاهم. بيغمض عينه ماناتو ومش بيرد عليه وبيفقد وعيه. على طول بيروحوا لشيخ كبير في المدينه وهم شايلينه. بيجري عليه هاروهيرو بيقول له ارجوك ساعدنا وانقذ صديقنا. بيشوفوا الشيخ ده وبيقول للاسف انا ما اقدرش ارجع الاموات للحياه. يا نهار ابيض ماناتو خلاص مات. رانتا مصدوم وبيقول هو انت بتقول ايه؟ هاروهيرو بيقول اكيد في حاجه غلط، احنا خلاص بقينا فريق قوي، ارجوك رجع لنا ماناتو احنا محتاجينه. بيقول لهم الشيخ ان لازم صديقكم يتحرق ويدفن بشكل كويس، لان لو ما اتدفنش هتصيبه لعنه عالم جريمجار وهيرجع تاني للحياه كوحش. اكيد ما حدش يحب يشوف صديقه في هذه الحاله. شوهيرو فقدت النطق مش قادره تستوعب وبتقع على الارض. هاروهيرو بيقول للراجل ده الدفن هيكلف فلوس. بيقول له ايوه لو مش معاكم انا هدفع لكم، بس هاروهيرو بعزه نفسه بيرفض وبيقول احنا هنتكفل بدفن صديقنا. شيهيرو بتعيط ورانتا مصدوم والكل مش مصدق. بيدفنوا ماناتو فعلا، وحتى الشخص اللي بيموت بيحتاج فلوس في هذا العالم علشان يدفن. كلهم قاعدين زعلانين ورانتا فجأة بيتكلم وبيقول انا هقوم امشي، احنا هنفضل زعلانين كده ومثيرين للشفقة لحد امتى؟ بتضربوا يومي بالقلم وهي عمالة تعيط ومش عارفة حتى تقول ايه. بيسيبهم رانتا وبيمشي وهاروهيرو جواه بيقول انا مش عارف مفروض في المواقف دي اتصرف ازاي. بيروح رانتا للحانة اللي كان بيقعد فيها ماناتو دايما، وبيلاقي هاروهيرو وموجز جايين يقعدوا معاه. بيقول رانتا انا خلاص مش قادر اكمل، احنا تقريبا مش عايشين، مستحيل ان دي تكون حياة طبيعية، انا من النهاردة خلاص هتوقف. بيقول له هاروهيرو وهتعمل ايه بعدها؟ احنا محدش فينا حابب ان هو يحط حياته كل يوم في خطر، ولكن ما قدامناش اختيار تاني. بيقول له رانتا مين اللي قرر كده؟ انت مش عارف اي حاجة، انت يا هاروهيرو خليت ماناتو يستخدم سحر كتير علشان يعالجك وما قدرش ان هو يستخدم سحر تاني علشان يعالج نفسه. بيتصدم هاروهيرو ورانتا بيقول له انت عارف ان انا مش غلطان. وساعتها موجز الهادئ بيغضب بشدة وبيقول لهم توقفوا، ده مش وقت خناق خالص. رانتا وهاروهيرو بيخافوا من موجز لان هو اول مرة يكون متضايق
دقايق. بيقعد الاتنين ورانتا بيقول انا مش عارف هو احنا هنكمل ازاي من بعده. بيقول هاروهيرو احنا لازم نستمر، ما قدامناش اختيار تاني. وهم قاعدين بيجي واحد اسمه كيكاي كان معاهم لما كانوا في متجر بيرتيني. بيقول لهم سمعت صوتكم كده، امال فين ماناتو؟ بيقولوا له ان ماناتو خلاص مات. بيزعل جدا وبيقول لهم انا اسف. بيعرفهم ان هو دخل لمجموعه قويه بتساعده ومخليه عايش حياه كويسه. بيقول كمان ان ماناتو كان كاهن، والكهنه دول نسبه وفياتهم عاليه جدا. بيستغرب موجز وبيقول له بجد الكلام ده؟ بيقول له بالتاكيد، لان الكاهن بيكون معروف انه هو المعالج، فالعدو بيستهدفه هو الاول، فلازم البقيه يكون هدفهم الاول هو حمايه الكاهن اثناء المعركه. دي من اساسيات القتال. يا اصدقاء الحاجات دي لا هاروهيرو ولا اي حد كان يعرف عنها حاجه. موجز بيقول العكس هو اللي كان بيحصل، ماناتو دايما كان هو اللي بيحمينا وبينقذنا. بيقول لهم كيكاي بصوا لقدام بقى وشوفوا انتوا هتعملوا ايه. بيقول له رانتا هنبص ازاي واحنا ما عندناش معالج؟ يعني لما يخرجوا يقاتلوا لما حد هيتصاب مفيش حد هيعالجه. بيقول لهم كيكاي طب ما تدوروا على كاهن ينضم ليكم، بس مين الكاهن اللي هيرضى ينضم لمجموعه من المتدربين اللي لسه حتى ما قدروش يشتروا الشاره؟ بس كيكاي بيقول لهم ما تقلقوش انا هحاول اساعدكم لان انا عندي معارف كتير. وفعلا يا اصدقائي بتنضم لهم كاهنه عن طريق كيكاي اسمها ميري، وعلى عكس ماناتو تماما دي بتكون ساكته وكلامها محدود جدا، وكمان بتكلمهم بتعالي بس ما عندهمش اختيار غير ان هم يستحملوا. كفايه ان هي متطوعه معاها شاره ورضيت تنضم ليهم. وعلى عكس ماناتو برضه ميري بتقول ان انا مش هقاتل، انا وظيفتي كاهن، يعني بكون موجوده في الصفوف الخلفيه. بيسالها رانتا هي العصايه اللي معاكي دي زينه ولا ايه؟ وبتقول له ايوه زينه. بيقول لها خلاص اعملي اللي انت عايزاه. بتقول له هعمله من غير ما تقول لي. يخرب بيتك ده انت جامده قوي. بترد عليهم يا اصدقائي ردود بارده جدا، واللي ساكتين مش بيتكلموا خالص هم يومي وشيهيرو. وهاروهيرو عارف ان هم زعلانين علشان محدش خد رايهم في الكاهن الجديد. بيروحوا يقاتلوا بقى يا صديقي، واثناء القتال ميري بترفض ان هي تعالج الاصابات اللي بتكون مش خطيره قوي، على عكس ماناتو برضو اللي كان اي حد بتحصل له اي اصابه مهما كانت بسيطه كان بيعالجها. فينك يا ماناتو دلوقتي؟ ماناتو كان بيهجم وبيعالج وبيحط خطط وبيقودهم كمان. هاروهيرو بيقول مفروض نعمل ايه من بعده. في المساء في الحانه اللي بيقعدوا فيها بنشوف رينجي واللي لابس لبس يدل على مدى غناه. بيروح لهاروهيرو وبيقول لهم انا عرفت ان ماناتو مات، وبيديهم قطع ذهبيه كهديه منه وتعزيه في موت ماناتو. ولكن هاروهيرو بعزه نفس كبيره بيرجعها له وبيقول له احنا مش محتاجين هدايا. وبياخد رينجي القطعه الذهبيه وبيرحل بدون ما يقول اي حاجه. رانتا بيقول لهاروهيرو يا غبي في حد يفرط في قطعه ذهبيه؟ بيقول هاروهيرو احنا عندنا مشاكل كتير، احنا بوظنا علاقتنا مع يومي وشيهيرو، الموضوع ده عمره ما كان هيحصل وماناتو موجود. بيروح هاروهيرو في المساء يكلم يومي ويعتذر ليها. بيقول لها احنا اسفين ان احنا اخترنا ميري من غير ما نرجع ليكم. ولكن يومي بتنهار وبتقول له هو انتوا عشان كده كنتوا زعلانين مننا؟ احنا كنا فاكرين انكم زعلانين مننا وانتوا فاكرين ان احنا زعلانين منكم. انا اسفه ان انا مش بقدر اوصل مشاعري وشيهيرو مش بتعرف تتكلم معاكم. بيقول لها وانا كمان اسف ان انا مش دايما بقدر اتكلم معاكي. بتقول له يبقى اللي حصل ده هو غلطنا كلنا، احنا لازم نصلح كل حاجه ونرجع زي الاول علشان ماناتو يكون فخور بينا. وتاني يوم في الصباح بيرجعوا يقعدوا مع بعض لاول مره من ساعه موت ماناتو. بيتكلموا عن ميري وازاي يخلوها واحده منهم. بيقول رانتا هي شخصيتها بارده كده مفيش فرصه ان احنا نكون اصدقاء. بتقول يومي طب ما احنا كمان باردين معاها، ما يمكن هي شخص كويس ولكن احنا مش مدينها فرصه. وتاني يوم فعلا بيقابلوا ميري وهم مبتسمين، وهاروهيرو بيقول لها صباح الخير. بيلاقيها هاروهيرو ما ابتسمتش فبيحس بالزعل شويه، ولكنه بتقول له بهدوء صباح الخير. ويومي وشيهيرو بيحاولوا يكلموها ويمشوا الدنيا يعني. بيروحوا يقاتلوا، واثناء القتال ميري لاول مره تكلمهم وتديهم اوامر، وبينجحوا في القضاء على الجوبلين. وميري بتروح تعالج اصابه موجز اللي في دماغه. بيلاحظ هاروهيرو ان ميري مش بتعالج حد غير بعد نهايه القتال تماما. بيكلمها هاروهيرو بعد كده وبيقول لها ماناتو كان بيساعدنا في اشياء اكتر بكتير جدا، انا ما اقصدش حاجه ولكن عايز اسالك هل الكهنه دول انواع مثلا؟ بتقول له انا ما اعرفش، لو انا مش عاجباكم او مقصره معاكم فبكل بساطه همشي. بيقول لها هاروهيرو لا ما اقصدش كده، احنا محتاجينك. المهم ان بعد نهايه اليوم وفي المساء يومي وشيهيرو بيروحوا مع الاولاد لاول مره الحانه، ودي بالنسبه لهم عالم تاني مختلف. اثناء ما هم قاعدين بتدخل ميري للحانه، بتشوفهم وبيشوفوها ولكن محدش بيكلم التاني، وبتروح تقعد لوحدها. وهم قاعدين بيشوفوا شخص مشهور اسمه شينوهارا. شينوهارا ده زعيم فرقه الاوريون المشهور
المشهورة بيروح يكلم ميري. بيروحوا بنشوف هاروهيرو قاعد يفكر مع نفسه يا ترى ماناتو كان يقصد ايه لما قال له انا بعتمد عليك. هل كان عايزه يعمل هو اللي كان بيعمله، يكون هو القائد الجديد؟ بيقول هاروهيرو جواه صراحة انا مش عايز اعمل كده، مش عايز اتحمل العبء ده، بس بيتهيأ لهاروهيرو ماناتو قدامه وبيكلمه. بيقول له هاروهيرو انا ما اقدرش اكون زيك، ولكن ماناتو بيقول له انت تقدر تكون احسن مني كمان. بيبتسم هاروهيرو وبيبدأ يفكر ازاي يكون قائد كويس. في المعركة اللي بعد كده هاروهيرو بيبدأ يركز مع الباقيين اكتر. بيلاحظ ان موجز بيكون حذر زيادة عن اللزوم في القتال علشان مش معاه خوذة تحمي دماغه. فبعد القتال بيقول لموجز انا هديك نصيبي من الفلوس اللي معايا ونروح نشتري خوذة، احنا كلنا هنكون في مشكلة لو انت مش بتقاتل بكامل قوتك. بتقول يومي اتفق معاك يا هاروهيرو، انا برضه هساعدك بفلوسي. واثناء ما هم ماشيين بيهجم جوبلين عليهم من الوراء. بيتصدى رانتا الواحد والتاني بتضربه ميري بعصايتها. يعني ما طلعتش للزينة زي ما كانت بتقول، بس برضه كويس اليوم ده احسن من باقي الايام اللي فاتت. بعد نهاية اليوم بيعرضوا على ميري ان هي تيجي تقعد تاكل معاهم، ولكن ميري بتقول لهم شكرا انا مش هقدر وبتودعهم وبترحل ميري. بيقول هاروهيرو بما ان احنا شفنا شينوهار بيكلمها في الحانة فخلونا نروح نكلمه. بيروحوا فعلا لقائد فرقة الاوريون وبيسألوه عن ميري، عايزين يعرفوا عنها اكتر بما ان هي مفروض صديقتهم حاليا. بيقول لهم في الحالة دي يبقى هاياشي يكلمكم احسن عنها. بيقول هاياشي ان هو وميري كانوا اصدقاء من ساعة ما كانوا متطوعين متدربين، كانوا برضو موجودين في فرقة زيهم كده بالظبط. كان هاياشي وشخص تاني اسمه ميتشكي هما المحاربين، والساحرة موتسومي واللص اوكو والكاهنة ميري. المجموعة كانت كويسة وماشية في الطريق الصحيح. بعد 10 ايام بس قدروا ان هم يشتروا الشارة، وبعدها بدأوا في مقاتلة وحوش الكوبردو في المناجم، ودي وحوش قوية جدا يا صديقي عكس الجوبلين خالص. بس ساعتها كانوا حاطين حمل كبير على ميري اللي كانت بتعالجهم باستمرار، يعني كل ما حد يتأذي او يحصل له اي حاجة تجري عليه تعالجه من غير ما يطلب. وكانت دايما بتضحك ومبسوطة وعمرها ما قصرت معاهم، وكمان لما الخطر يشتد كانت بتقف وتقاتل وتحط حياتها في خطر. كل ده ما كانش فيه حد واخد باله منه. بيقول هاياشي علشان كده احنا حسينا بالقوة وتكبرنا، اتجهنا لعمق ابعد في المنجم وظهر قدامنا عملاق من الكوبردو مشهور مات على ايده متطوعين كتير اسمه ديديس بوتو. بيقول هاياشي كان مفروض ان احنا نهرب واحنا كنا نقدر، ولكننا اخترنا القتال. في القتال هاياشي تلقى ضربة وفقد وعيه، ولما فاق لقى اوكو وموتسومي ميتين. ميتشكي كان مغطى بالجراح وبيحاول يوقف الوحش بيأس. بيقول هاياشي انا صرخت لميري وبقول لها عالجي ميتشكي بسرعة، ولكن ميري وهي شايلة صديقتها الميتة بتقول له انا مش قادرة استخدم سحري. ميري فقدت القدرة على استخدام السحر علشان تم استنزافه. ميري اللي كانت الضحكة مش بتفارق وشها عمالة تعيط وبتقول لهاياشي انا اسفة مش قادرة استخدم السحر. وميتشكي بيقول لهاياشي خد ميري واهرب، وفعلا ده اللي عمله هاياشي وميتشكي مات وهو بيحميهم. بيقول هاياشي ان بعدها هو وميري انضموا لمجموعة الاوريون، ولكن ميري سابت المجموعة بعدها بكام يوم. كنت عارف ان وجودها معايا مؤلم علشان بتفتكر اصدقائنا اللي ماتوا. كان صعب عليها ان هي تشوف 3 من اصدقائها بيموتوا وهي مش قادرة تساعدهم. بعدها ميري انتقلت من مجموعة للتانية بس ما كانتش بتقعد في اي مجموعة لفترة طويلة. بيقول هاياشي صحيح ان ميري خرجتها من المنجم ولكن قلبها لسه ما خرجش من هناك، وبيطلب منهم هاياشي انهم يساعدوها. يبقى علشان كده يا اصدقائي ميري مش بترضى تستخدم سحرها وتعالج كل الاصابات، مش لانها متكبرة ولكن علشان ده كان سبب موت اصدقائها. بيرحل هاروهيرو والفرقة ورانتا بيقول الكلام ده كان ممل جدا. بيقول له هاروهيرو ممل ازاي؟ بيقول رانتا احنا عرفنا اللي عايزين نعرفه عن ميري، هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا ملناش علاقة بالموضوع ده علشان تتعامل معانا ببرود. بيقول هاروهيرو ولكن هي عندها اسبابها. بيقول له رانتا مفيش فرق بيننا وبينها، احنا برضو فقدنا صديق عزيز علينا، ليه نعامل شخص ان هو صديق لينا وهو مش راضي يعاملنا ان احنا اصدقائه؟ بيقول له هاروهيرو انت قلت مفيش فرق بيننا وبينها، يبقى احنا لو ما حاولناش نفهمها يبقى هي كمان مش هتفهمنا. لو ما فكرناش فيها كصديقة لينا فمش هنقدر نخليها تفكر فينا كاصدقاء. بيقول له رانتا اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا عارف ان رأيي مش مهم بالنسبة لكم وانكم دايما بتتجاهلوه. بيتفاجأ هاروهيرو من هذا الكلام لانه المفروض قائد ويكون فاهم ومقدر باقي اعضاء فريقه. بيقول لرانتا انا اسف ان احنا مش بنقدر رأيك، بس كلنا اصدقاء وكلنا ارائنا هتكون مسموعة. تاني يوم هاروهيرو ويومي بيكونوا في المدينة وهاروهيرو بيشوف جوبلين معاه الخنجر بتاعه. خنجره يا اصدقائي
اللي وقع منه ساعة الهجوم على ماناتو. يعني الجوبلين ده كان موجود من ضمن المجموعة اللي هجموا عليهم وتسببوا في موت ماناتو. هاروهيرو مشاعره بتسيطر عليه وكان عايز يهجم بتهور على الجوبلين، ولكن يومي بتوقفه. بيهدى هاروهيرو وبيقول ليومي انا اسف ان انا خليت مشاعري تسيطر عليا. بيرجعوا للمجموعة وهاروهيرو بيقول لميري انا عايز اتكلم معاكي. بتقول له اتفضل انا سامعاك. بيقول لها احنا كان عندنا كاهن اسمه ماناتو بيعالجنا وبيقودنا وبيوجهنا، كان بيعمل 3 ادوار لوحده. ماناتو خلاص مات وللاسف احنا ما قدرناش نحميه، ما بقاش موجود، واحنا من بعده حسينا ان احنا مش هينفع نكمل، ولكن بشكل ما طول ما انت على قيد الحياة لازم هتتأقلم وهتكمل طريقك، وانت جيتي معانا لاننا كنا محتاجين كاهن. احنا اساسا كلنا اتسبنا علشان كنا ضعفاء وماناتو هو اللي جمعنا، ومن بعدها بقينا اصدقاء ورفقاء. صحيح ان مش دايما الامور بتمشي زي ما احنا عايزين، واوقات الامور بتبوظ مننا خالص، بس في النهاية كل واحد عارف ان احنا مجموعة، وكل واحد عارف ان احنا اصدقاء بنخاف على بعض وبنقدر بعض جدا، واحنا دلوقتي بنفكر فيكي كصديقة لينا يا ميري. شيهيرو بتقول لها انا بفكر فيكي كرفيقة، ويومي بتقول لها انت لطيفة جدا يا ميري وكلنا بنحبك، وموجز بيقول لها وجودك معانا بيشعرني بالاطمئنان، ورانتا بيقول لها انا بكون عايزك تعالجي كل جرح صغير علشان بس بعاملك انك صديقة لينا مش حد غريب. وهاروهيرو والفرقة قالوا الكلام اللي كانوا عايزين يقولوه لميري علشان يعرفوها هم ازاي شايفينها. في نهاية اليوم مرة تانية بيطلبوا منها ان هي تيجي تاكل معاهم، بس برضو المرة دي بتقول لهم انا اسفة مش هقدر. بتمشي ولكن هاروهيرو مش زعلان، بيقول طول ما في يوم جديد هيكون في فرصة جديدة، والفرص دي اصدقائي هاروهيرو والمجموعة استغلوها احسن استغلال. موجز راح اشترى خوذة جديدة قوية جدا، القتالات بقت اسهل بكتير عليه، ومع مرور الايام الحاجز اللي بينهم وبين ميري بدأ يتكسر، وقدروا اخيرا يعرفوا مخبأ مجموعة الجوبلين اللي قتلوا ماناتو، وبعدها بقوا معروفين في الحانة بقاتلين الجوبلين لان هم حرفيا مش بيقتلوا غيرهم. بس هاروهيرو مش متضايق وبيقول كلامهم صحيح ما فيش عيب في كده. وميري اخيرا بقت تقعد معاهم في الحانة وتاكل وتتكلم وبتتواصل معاهم بشكل احسن، بس هاروهيرو بيقول جواه ان هو لسه ما شافش ميري بتضحك خالص، لعل الايام الجاية تكون احسن وميري تضحك. ومع الايام اللي بعد كده يا اصدقاء الفريق اتعلموا مهارات جديدة في الهجوم والدفاع واستخدام السحر، انما ميري فهي مستواها مرتفع من قبل ما تنضم ليهم. وهاروهيرو بدأ يلاحظ مهارة غريبة عنده، هي شيء ما بين الرؤية والاحساس بخط ضوئي بيتتبعه وبيضرب العدو من غير ما يحس، يعني كلهم مستواهم ارتفع بشكل ملحوظ. وفي يوم مشمس وجميل الفريق بقيادة هاروهيرو بيجهزوا للهجوم على مجموعة الجوبلين اللي قتلوا ماناتو، وبنشوف الجوبلين في المخبأ بتاعهم قاعدين في هدوء وسلام، والجوبلين اللي مع الخنجر بتاع هاروهيرو موجود هناك برضه. بتبدأ عملية التسلل ويومي بتصويبة جامدة جدا بتقتل الجوبلين اللي بيراقب من فوق، وبعدها هاروهيرو ورانتا بيهجموا على الجوبلين اللي بيحرس المدخل من بره، وبيقتحم موجز المخبأ والباقي وراه. اول ما بيدخلوا على طول مفيش لا سلام ولا كلام، بتبدأ المعركة، معركة الانتقام لماناتو. الجوبلين الكبير بيهجم وموجز بيتصدى ليه، والجوبلين ده يومي وهاروهيرو عمالين يقاتلوه ولكنه قوي جدا. الكل بيقاتل والقتالات مش سهلة اطلاقا، لان مجموعة الجوبلين دي عارفين البشر بيقاتلوا ازاي وكمان بيتعاونوا سويا. بتهجم شيهيرو على الجوبلين الضخم بتاع ويزا بتنومه، بس قبل ما يخلص عليه موجز جوبلين تاني بيصد هجومه، ويومي اتعرضت لإصابة قوية. بيشتت هاروهيرو انتباه الجوبلين بس الموضوع صعب عليه لوحده، بتساعده ميري وفعلا هاروهيرو بيقدر ان هو يطعنه، بس الطعنة دي مش كفاية وبيحاول يخلص عليه، ولكن يخرب بيت قوة الجوبلين ده بيصد الهجوم وبيرمي هاروهيرو بعيد عنه. وموجز اتعرض برضه لإصابات جامدة جدا من هذا الجوبلين الضخم، بيسقط وميري بتساعده وبتعالجه. وبنشوف شيهيرو لأول مرة بتجري وبتتحرك وبتروح ترمي تعويذة على ذلك الجوبلين، وبيقوم موجز يديله ضربة المرة دي بتخلص عليه، واللي فاضلين بيحاولوا يهربوا ولكن رانتا بيلحقهم وبيخلص عليهم. بيقول هاروهيرو خلاص لم يتبقى الكثير، ولكن قبل ما يكمل كلامه يا نهار ابيض ميري بتتلقى سهم في ظهرها زي ما حصل مع ماناتو. يا الهي ما ينفعش ميري تموت، نفس الجوبلين اللعين. بتقول لهم ميري ما تقلقوش عليا انا لسه عندي سحر هقدر اعالج نفسي. بيطلع هاروهيرو على السطح وبيهجم على هذا الجوبلين، بيقاتلوا بعض وهاروهيرو كان هيسقط ولكن الجوبلين قدر انه هو يطلع فوقيه. الجوبلين فرحان وبيخنق هاروهيرو ولكن هاروهيرو بيطعنه طعنة قوية جدا، طعنة اخيرا بتخلصنا منه. ورسميا مهمة
الانتقام لماناتو نجحت. بعدها كلهم بيروحوا عند قبر ماناتو يزوروه معاهم ميري. هاروهيرو بيقول جواه ماناتو كان شخص مثالي، يا ترى هل كان عنده عيوب؟ هل لو كانوا عاشوا مع بعض فترة أطول كان هيقدر إن هو يشوف عيوبه ويتعلم منه؟ بيقول هاروهيرو كنا محتاجين وقت أكتر سويا. وبيعرف ماناتو بيقول له إحنا بقينا متطوعين واشترينا الشارة، إحنا كنا نقدر نشتريها من زمان ولكن كنا مستنيين إن إحنا ننتقم ليه. وكمان يا أصدقائي بنشوف إن هم اشتروا الشارة لماناتو. شوهيرو بتقول له دي إشارتك يا ماناتو، جمعنا مع بعض واشتريناها وميري ساعدتنا كمان. بيقول هاروهيرو جواه لو ماناتو سمعنا دلوقتي هيقول لنا مفروض ما كنتوش تعملوا كده، كنتوا وفروا الفلوس واشتروا معدات وأسلحة تساعدكم. ولكن ماناتو بالنسبة لهم أهم من أي حاجة تانية. بيرحلوا وهاروهيرو بيسأل ميري هل جرحك بخير، وبتقول له أيوة بقى كويس. وأخيرا هاروهيرو بيشوف ميري وهي مبتسمة. تاني يوم في الحانة بنشوف كيكاي بيكلم هاروهيرو وبيقول له إن في مبتدئين ماتوا في مدينة دامرو. الظاهر إن في مجموعة جديدة من الوحوش وصلوا وعندهم نية قتل قوية تجاه البشر. بتقول ميري إن دي مخلوقات اسمها اللينجابو حاليا بتعمل دوريات منتظمة في مدينة دامرو. بيقول كيكاي صحيح يعني مدينة دامرو حاليا مش أحسن حاجة إنكم تتوجهوا ليها، بس الشيء الكويس إن المخلوقات دي بتظهر من وقت للتاني وبيقعدوا فترة وبيرحلوا. بيقعدوا مع بعض وبيقول رانتا طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بيقول هاروهيرو مش عارف، انا كنت مخطط ان احنا نروح مدينة دامرو بكرة. بيقول موجز احنا ممكن نغير مكان الصيد. بيقول هاروهيرو منجم سايرين. منجم سايرين ده المنجم اللي ميري فقدت فيه اصدقائها. بيقول له رانتا دي فكرة رائعة يا هاروهيرو. بتقول يومي هل هنكون بخير هناك؟ في مخلوقات قوية جدا. بيقول هاروهيرو نعم احنا كده كده مضطرين نغير مكان الصيد لفترة، بس الاماكن التانية ما عنديش معلومات كفاية عنها فمش عارف احنا مفروض نروح فين تحديدا. احنا هنروح لمنجم صايرين وهنكون حذرين في التعامل مع الوحوش اللي هناك. بتقوم ميري تقف وهي واضح ان هي مش مرتاحة وبتستأذن وبتمشي بسرعة. على طول هاروهيرو بيخرج من الحانة وبيروح وراها وبيلاقيها منهارة. بيقول لها انا اسف ان انا ذكرت ذلك المكان. وبيقول جواه ازاي نروح هناك بس اكيد ميري مش هتكون مرتاحة، ده المكان اللي فقدت فيه اصدقائها. بتقول ميري ان في منجم صايرين على الارجح انا عمري ما هحس بمشاعر كويسة. بيقول لها هاروهيرو انا عارف. بتقول ميري ولكني لازم اتخطى هذا الشعور، لو ما عملتش كده انا حاسة ان انا عمري ما هقدر اتقدم في حياتي، ولو حد هيساعدني على تخطي هذا الشعور فبالتأكيد هيكون انتم. انا هبقى فرحانة لو رحت معاكم لانكم اصدقائي. ميري خلاص قررت العودة الى منجم صايرين، المكان اللي فيه ابشع ذكرى ليها في حياتها. وفعلا بعدها بكام يوم هاروهيرو والفرقة راحوا عند المنجم. منجم صايرين هو منجم من صنع البشر لما كانوا بيبنوا مملكة ارابيكيا، بس البشر اللي عاشوا هناك كلهم ماتوا وعشيرة وحوش الكوبردو سيطروا على المنجم وهم اللي عايشين هناك حاليا. بيدخلوا للمنجم وبيبداوا في مقاتلة الوحوش، وبنشوف ان امورهم كويسة قادرين يهزموا الوحوش بسهولة. كلهم بيتعاونوا الا رانتا اللي مصمم ان هو يقتل الوحش اللي قدامه لوحده، وهو بصراحة اتعلم مهارات قوية كتير جدا، بس برضه في اصعب المواقف بيفضل ان هو يعتمد على نفسه. بتقول ميري ان الحلقة اللي مربوطة في انف وحوش الكوبردو اسمها تاليزما، هي دي اللي بتتباع وبتجيب فلوس. وبتقول ان وحوش الكوبردو اللي قتلوهم هم وحوش المستوى الاول، ودول عند مخلوقات الكوبردو بيصنفوا ان هم وحوش غرباء ومش منهم. ومنجم صايرين يا اصدقائي مكون من 10 اطباق او 10 مستويات، والكوبردو متقسمين لكوبردو غرباء اللي هم قتلوهم، وكوبردو عاديين، وكوبردو زعماء. وفي وسيلة نقل بين المستويات اسمها الجندورة، ولكن الزعماء بس اللي بيستخدموها، فهم هيتنقلوا بين المستويات عن طريق الآبار. بينزلوا للمستوى الثاني مستوى الكوبردو العاديين ولكنهم برضو مش اقوى حاجة. بيبداوا القتال وبنشوف شوهيرو بتستخدم تعويذة جديدة بتثبت الوحوش في الارض مش بيقدر يتحركوا، وبيهجموا كلهم على الوحوش وبيقضوا عليهم. ومرة تانية هاروهيرو بيشوف المسار او الخط اللي بيوجهه ناحية العدو بسهولة وسلاسة تامة، حاسس كأنها مهارة خاصة اتولدت جواه. بتقول ميري ان الكوبردو اللي في المستوى الثالث اقوى من الكوبردو اللي هنا بمراحل لانهم مسلحين وبيستخدموا مهارات في القتال. بيقول رانتا طب يلا ننزل لهناك انا متحمس جدا، ولكن هاروهيرو بيقول لا كفاية علينا كده النهاردة، مش عايزين نتوهم ان احنا متعودين على المكان ونتحمس زيادة عن اللزوم. بالليل هاروهيرو بيكون بيفكر في رانتا واسباب عدم تعاونه معاه ومع باقي الفريق. بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيقول له هاروهيرو ان اللي انت بتعمله ده بيعرضنا
للخطر. بيقول رانتا انا بعمل اللي عليا وبقدر اهزم الوحوش اللي بتيجي قدامي، وبيقول انا عارف ان انتوا شايفين ان ده عيب كبير فيا وكلكم مركزين معاه، ولكن كلمني انت يا هاروهيرو عن عيوبك. بيسكت هاروهيرو مش بيعرف يرد عليه. بيقول له رانتا شفت انتوا بس مركزين معايا انا فقط، انا ما عنديش اي اهتمام بامور الصداقة والمودة اللي بينكم، انا شايف ان احنا مجموعة وانا عندي دور وبأدي دوري كويس، غير كده فانا ما عنديش اي مشاكل تشوفوني ازاي. وبيرحل رانتا وهاروهيرو زعلان لان هو مفروض قائد، مفروض ان هو يحتوي كل افراد الفريق. بيقارن نفسه بماناتو وازاي كان قادر ان هو يكون قائد كويس يحتوي الجميع. المهم ان تاني يوم بيروحوا للمنجم وبيبداوا في قتال وحوش المستوى الثالث، الوحوش القوية اللي بيكونوا برضو قادرين يواجهوهم. وفي المستوى الرابع، المستوى ده شكله مختلف، عامل زي ارض زراعية كبيرة جدا، وهم ماشيين بيشوفوا مجموعة من الكبر دول اللي شكلهم اقوياء، بيستخبوا منهم وبيحاولوا ان هم ما يعملوش اي صوت. ولكن رانتا وهو مستخبي بيدوس على حبل بيعمل اجراس بتنبه الكبر دو ان في دخلاء. بتقول ميري من الافضل ان احنا ننزل للمستوى الخامس علشان مواجهة الكبر دو في اماكن مفتوحة هي شيء خطير. ولكن يا نهار ابيض، ميري وهي بتتكلم بيظهر يا اصدقائي، ولما بتسمع صوته هي بتتسمر مكانها. ديد سبوت الكبر دو اللي قتل اصدقائها بيظهر في هذا المستوى. بتكون ميري متوترة جدا وبتسرح وبتفتكر اصدقائها دلوقتي، وهاروهيرو بيكلمها وبيفوقها من هذا السرحان. بتقول لهم انا اسفة تعالوا، انا عارفة بئر ننزل منه للمستوى الخامس. بينزلوا فعلا للمستوى الخامس، واللي عكس التالت تماما، مستوى مغلق تماما وفي كبر دو كتير ولكنهم كلهم بيشتغلوا. ميري بتقول احنا هنشوف بئر تاني ومن البئر دي هنطلع للرابع ونرحل، ولكن حاليا هم تعبانين ومحتاجين يستريحوا شوية قبل ما يبدأوا الخروج من المنجم. بتقول ميري انا عارفة مكان نرتاح فيه. بينزلوا بالراحة وبيقتلوا احد الكبر دو اللي كان واقف في طريقهم، بيتسللوا وبيروحوا لهذا المكان المغلق اللي كان معبد قبل كده، وهو ده نفس المكان اللي مات فيه اصدقاء ميري. وهم بيرتاحوا بيسمعوا اصوات حواليهم، ويا نهار ابيض بيظهر اصدقاء ميري الثلاثة اللي ماتوا ولم يدفنوا، اتصابوا بلعنة عالم جريمجار ورجعوا تاني كوحوش. وطبعا حالة ميري دلوقتي سيئة جدا ومفروض تكون منهارة، بس هي بتتماسك وبتقف وبتقول لهاروهيرو انا هكون في المقدمة. يا اصدقائي، ميري اتعلمت تقنية سحر اسمها ديسابر. التقنية دي بتلغي لعنة العودة بعد الموت، اتعلمتها مخصوص تحسبا لهذه اللحظة. بيقفوا يقاتلوا هؤلاء الزومبي واللي قتالهم مش سهل اطلاقا، لان دول كانوا متطوعين زيهم، يعني عندهم تقنيات قوية جدا. برغم كده ميري بتقدر ان هي تلقي عليهم التعويذة السحرية وبتحضن كل واحد فيهم قبل ما يتحول لرماد. ميري بتقول انا ما كنتش اتوقع ان انا هقدر ارجع لهنا تاني، ولكن بفضلكم انا قدرت اعمل كده. وكلهم فرحانين بميري وان هي بقت فرحانة باللي عملته، وكمان كلهم شافوا قوة فريق ميري والتقنيات المختلفة اللي كانوا بيستخدموها، فبقى عندهم دافع ان هم يكونوا اقوى ويتعلموا هذه التقنيات والمهارات القوية. بس للاسف اجواء السعادة دي بينهيها وصول ديت سبوت عندهم. يخرب بيتك انت، وراهم طبعا بيبداوا الهروب على طول، ده ما ينفعش معاه القتال. بيهربوا وبيقاتلوا الوحوش اللي بتقف قدامهم. بيوصلوا لاحد الابار وبيتسلقوا وفعلا بيخرجوا من هذا المستوى، بس ديد سبوت بيكسر المكان اللي واقف عليه هاروهيرو وكان هيقع، ولكن رانتا بيلحقوا في اخر لحظة. بيطلعوا رانتا ولسه هيطلع، ولكن ديد سبوت بيهجم عليه وبيسقطه. بيقول رانتا لهاروهيرو يلا اطلع بسرعة، انت القائد ولازم تنجو. بيطلع هاروهيرو للجميع فوق وبيسألوه بيقولوا له فين رانتا. بيقول ان رانتا لسه تحت، السقالة اللي كانوا واقفين عليها اتكسرت. كلهم طبعا بيبصوا لهاروهيرو وهم مستنيين القائد هيعمل ايه. على المواقف الصعبة وحمل انك تكون قائد. بيقول لي ميري احنا عايزين بئر تاني ينزلنا للمستوى الخامس. بتقول احنا هنطلع للمستوى الثالث ننظم صفوفنا ومن هناك هننزل للخامس مباشرة. وبنشوف رانتا تحت بكل شجاعة بيقف في مواجهة ديد سبوت والكبر دو. بيقول لهم انا جاهز يلا هجموا عليا. طبعا يا اصدقائي ده مجرد كلام. رانتا من بئر تاني بيقدر ان هو يطلع للمستوى الرابع، بس طبعا مصاب اصابات كتيرة وبيحاول ان هو يستخبى. بس في كبر دو بيحس ان في حد موجود ناحيته، بيتوجه ناحية رانتا ورانتا بسرعة بيقوم يطعنه. بياخد باقي الوحوش بالهم وبيتوجهوا نحو رانتا، وبيبدأ رانتا الهروب من فوق هاروهيرو والبقية بياخدوا بالهم منه. بيقول هاروهيرو ان رانتا عنده قدرة على النجاة افضل منهم كلهم. بيستخبى رانتا ولكن ديد سبوت بيعثر عليه،
بيهجم على المكان اللي مستخبي فيه وبيدمره، ورانتا بيهرب منه، وبتهجم يومي على ديد سبوت بسهم في عينه، وهاروهيرو بيروح يساعد رانتا. بتساعد ميري رانتا وبتشفيه، وبتعمل شوهيرو تعويذه وبيظهر ساتر ترابي بيخليهم يقدروا يهربوا ويطلعوا للمستوى اللي فوق. بتقول ميري لهاروهيرو ان هي مش هتقدر تستخدم سحرها تاني، وكذلك هاروهيرو ملاحظ ان شيهيرو وصلت لاقصى حدود قوتها، يعني لازم يكونوا حذرين دلوقتي. بيوصلوا للمستوى التاني وفعلا خلاص قربوا يخرجوا، بس يخرب بيت الجنون ديد سبوت بيظهر وهو بعين واحده بيهجم مجزع عليه، ولكن ديد سبوت بيكسر سلاحه. هاروهيرو عمال يفكر يعمل ايه، بيقول لازم واحد مننا على الاقل يفضل هنا. بيهجم على ديد سبوت وهاروهيرو بيتفادى ضربته، وبيطلع عليه من فوق وهو ماسك شيء بيخنقه بيه، وبيقول للجميع يلا اطلعوا، وبياخدوا هاروهيرو وبيسقط هو وديد سبوت من على الحافه. وميري عايزه تنزل علشان تساعد هاروهيرو، ولكن رانتا بيقول لها اطلعي انت مش هتقدري تعملي حاجه. بيقوم هاروهيرو وهو متصاب وايده مكسوره، بس بيقول انا مش هستسلم. بيربط ايده وبيمسك سيفه وبيقف في مواجهه ديد سبوت، وفجاه بتظهر الخطوط دي حواليه تاني. بيحس هاروهيرو ان ديد سبوت بطيء جدا، بيتحرك هو بسرعه وسلاسه كالعاده، وبيقدر يصيب ديد سبوت في عينه التانيه وبيعميه تماما. بيهجم ديد سبوت، ولكن هاروهيرو بكل سهوله بيكسر سلاحه. بيسقط ديد سبوت اللي بقى معمي، وهاروهيرو هو كمان بيفقد وعيه. بيصحى هاروهيرو بيلاقي ميري قدامه اللي بتقول له حمد لله على السلامه. يا نهار ابيض، دول نزلوا ورجعوا هاروهيرو، رجعوه وعالجوه، ودلوقتي هاروهيرو بقى كويس، وكمان قدروا ياخدوا ديد سبوت ويبيعوه وحصلوا على 30 قطعه ذهبيه. يعني يا اصدقائي هم عدوا الفقر بمراحل. هاروهيرو اللي كان شايل حمل ان هو يكون قائد اثبت ان هو قائد جدير بالثقه، قائد كان مستعد ان هو يضحي بحياته علشان باقي اعضاء فريقه اللي اكيد حاسين بقيمته الكبيره جدا دلوقتي. وبنشوف بريتني بيروح يشيل صوره ديد سبوت من على ملصقات المطلوبين. ما كانش متوقع ان فريق لسه واصل لجريمجار من كام شهر يقدروا يهزموا ذلك الوحش، ولكن هاروهيرو قدر يعمل كده، وفي الحانه الكل عمال يحتفل بيه. ومع احتفالهم بهاروهيرو والمكانه الكبيره اللي حصل عليها، بكده ينتهي الفيديو بتاعنا وقصه هاروهيرو في عالم جريمجار. اتمنى من كل قلبي ان الانمي يكون حلو وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله يا اصدقائي في القصص الجايه، وسلام.